فلتذكروني لا بسفككم دماء الآخرين، بل فاذكروني بانتشال الحق من ظفر ضلال، بل فاذكروني بالنضال على الطريق لكي يسود العدل فيما بينكم. هناك في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تستقبل بكارة الأرض هبات السماء، فينمو النخيل شامخاً ليكتب لمصر مجداً جديداً في كل العصور. 10 نوفمبر العام 1920 تعلن قرية الدلاتون عن ميلاد نبتة عبقرية، قلم نبت في الثرى وجاوز الثريا. تلقى تعليمه بالمدرسة الأولية بالبلدة، وحفظ أجزاء القرآن الكريم على يد شيخ القرية. وقبل ذهابه إلى المدرسة الابتدائية كان لا يزال يستحم في الترعة الصغيرة، بل كان يمرغ جسده في التراب ويكسو وجهه ورأسه بالطين ليبدو شكل العفريت مع الصغار أمثاله من الأولاد، ثم يقفزون إلى الترعة الصغيرة في الماء المثقل بالطمي، وكأنه يوثق حياته بانتمائه لأرض مصر. فكانت أول هو الشاعر والمؤلف الروائي والمسرحي وكاتب التراجم الإسلامية والناقد الثقافي المصري الكبير، وأحد كبار رواد حركة التجديد الشعري العربية في نهاية الأربعينيات، وهو أيضاً أحد كبار رواد الاتجاه الواقعي الاجتماعي النقدي في الإبداع الأدبي العربي الحديث، وأول من كتب المسرحية الشعرية مستخدماً الشعر الحديث، شعر التفعيلة. وقد تضاعف تأثيره على المناخ السياسي والثقافي والفكري في مصر والعالم العربي من خلال دفاعه عن الديمقراطية والعدل الاجتماعي. الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي صاحب الكلمة. تخرج الكاتب الكبير في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1943، واشتغل بالمحاماة لمدة 2 عام، لكنه كان قد قرر أن يكون كاتباً، كما صرح في إهداء كتابه علي إمام المتقين الذي أهداه إلى أخيه الدكتور عبد الغفار الشرقاوي. نشر الشرقاوي قصيدته الطويلة رسالة من أب مصري إلى الرئيس ترومان عام 1951، وكان للقصيدة أثرها القوي لدى الجمهور القارئ في مصر. ولم تدر يا سيدي من أنا، ولكن أنا من أنا. ولدت ل20 عام مضت على مطلع القرن يا سيدي، وقد فرغ العالم المستجير من الحرب، ثم مضى آمنا يوزع أسواقه الباقيات ويهزأ بالموت والتضحيات وبالذكريات. وقامت شعوب تهز الظلام بمشرق أحلامها الهائلة، وتعلي على خربات الفساد بناء مدينتنا الفاضلة. وبعد أن كتب القصيدة اكتشف عوالم أخرى، وتأكد من أن القصيدة وحدها لا تستطيع أن تعبر عن مثل هذه العوالم والعلاقات المتشابكة، فعبر عن كل هذا بكتابة القصة. وله في هذا المجال مجموعتان قصصيتان، الأولى أرض المعركة، وصدرت
عام 1954، والثانية أحلام صغيرة وصدرت عام 1957. ثم اكتشف الشرقاوي في الرواية مجالاً أرحب من القصة، فكتب رواياته الأرض عام 1954، وكانت أول تجسيد واقعي في الإبداع العربي الحديث. وبعدها كتب رواية قلوب خالية عام 1956، ثم رواية الشوارع الخلفية عام 1958، وختم بالفلاح رواياته عام 1967. ويواصل الشرقاوي دوره الريادي فنياً وفكرياً، منتقلاً إلى المسرح الشعري حين نشر مسرحيته الشعرية الأولى مأساة جميلة عام 1962، وكانت أول دراما تكتب بالشعر الحديث. وقد تربى الشرقاوي على أدب العمالقة الكبار من خلال إخوته الذين يكبرون، يتلقون تعليمهم بالقاهرة ويعودون إلى القرية كل صيف ومعهم بعض الكتب. واستطاع أن يقرأ عناوين هذه الكتب وأسماء مؤلفيها، وعرف منهم طه حسين وعباس محمود العقاد وأحمد شوقي ومحمد حسين هيكل ومصطفى المنفلوطي. كان عبد الرحمن الشرقاوي ثائراً مبدعاً في النقد والكتابة والوطنية، شأنه شأن كل الباحثين عن العدالة والحرية. ففي أعقاب نكسة يونيو عام 1967 كتب مسرحيته الخالدة الحسين ثائراً. وقد منع الشرقاوي من الكتابة أكثر من مرة نظراً للظروف السياسية التي سادت مصر في أيام شبابه، فكان يقول: إني منذ أخذت الكلمة أداة للتعبير أعيش لأكتب، وما أنا من هؤلاء الذين يكتبون ليعيشوا. من أجل ذلك قد عانيت أهوالاً من ألوان العذاب في أيام منعي من الكتابة أو امتناعي مرغماً عن الكتابة، ويوماً بعد يوم تحولت الآلام النفسية إلى آلام جسدية هائلة، وكلما أمسكت بالقلم لأكتب داهمتني آلام جسام لا يطيقها بشر، كأنها عذاب الحريق. وكان مولعاً بالتاريخ لدرجة الاستغراق الكامل فيه، فاستلهم منه معظم أعماله المسرحية مثل مأساة جميلة ووطني عكا والفتى مهران. الإمام كرم الله تعالى وجهه لم يكن يصنع هذا بعدوه، ولهذا اغتصبوا منه الخلافة. ثم عيناه كانت تستعطفان، كان في عينيه شيء ضارع ووفي، ذلك الذعر الذي يدهم الإنسان بغته حين يغدو كالفريسة، نظرة تجمع الدنيا جميعا وتلخص كل تاريخ الرجل. فرأيته كائنا مثلي من لحم ودم، وأبا مثلي لأطفال صغار، مع هذا قد قتلته. وفي أعماله المسرحية نجد اهتمامه الكامل بالوطن والبلاد، ما يدل على طموحه بقصد إكسابها الصفة العالمية. كما نجد هذا الهم في قصائده السياسية، والتي يبلغ عددها 19 قصيدة تشير إلى أن الشاعر لم يعش بمعزل عن مجريات الواقع من حوله، وإنما تأثر بالأحداث السياسية الدائرة، ووضح فيها موقفه ضد ممارسات القمع والاستغلال
والتواطؤ مع المستعمر. وفي التراجم الإسلامية يرتاد الشرقاوي منهجا جديدا وأصيلا بدأه بكتابه الفني الفذ محمد رسول الحرية، ثم الفاروق عمر، وعلي إمام المتقين، والصديق أول الخلفاء، وعثمان ذو النورين. ثم صاغ الإبداع في رائعتيه النسر الأحمر وعرابي زعيم الفلاحين. المبدع النبيل عبد الرحمن الشرقاوي شخصية موسوعية مترامية الأطراف. عمل بعد حصوله على ليسانس الحقوق مفتشاً للتحقيقات بوزارة التربية والتعليم، ثم ترك العمل الحكومي وتفرغ للكتابة، وتدرج في العمل الصحفي حتى أصبح رئيساً لمجلس إدارة روزا اليوسف عام 1971، ثم رئيساً لجمعية حقوق الإنسان، ورئيساً لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو أسيوية، ورئيساً للمركز المصري للهيئة العالمية للمسرح، ورئيساً للجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية، وسكرتيراً عاماً للمجلس الأعلى للفنون والآداب بدرجة وزير، وعضواً في لجنة تحكيم أكبر جوائز منظمة اليونسكو. ومن المؤكد أن كل هذه الوظائف والمناصب الإدارية في العمل العام قد أثرت سلباً على الشرقاوي المبدع، ورغم هذا كان وسيظل بصمة مصرية شديدة التميز، وصوتاً إنسانياً نبيلاً ناضل طويلاً من أجل الحرية والعدالة. وقد منحه الرئيس الراحل أنور السادات جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1974، ومنحه معها وسام الآداب والفنون من الطبقة الأولى. كبرت الكلمة، وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى كلمة، ما شرف الرجل سوى كلمة، ما شرف الله سوى كلمة.